لوزارة الثقافة وسيد مدير وكالة اللجنة الشرعية، السيدة ممثلة السلطة المحلية، السادة والسيدات والأوانس رؤساء الجمعيات الحاضرة، أيها الفاعلون، أيتها الفاعلات، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتشرف إدارة مهرجان ربيع مسرح وجدة في دورتها التاسعة أن ترحب بكم جميعا وتشكركم على تفضلكم بحضوركم معنا في هذا الحفل المبارك الذي نفتتح به مهرجان ربيع مسرح وجدة 2010 الذي ينظمه مجلس عمالة الجائزات وجمعية بسمة الإنتاج الفني بالتعاون مع وكالة الجهة الشرقية والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة تحت شعار الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، إرادة الملك وإجماع الأمة، مع إطلاق اسم مصطفى وسيد مولود على هذه الدورة التاسعة. إذن نجدد الترحاب بكم، وبداية نترككم مع جمعية زريان لتشرف مسامعنا بشذرات من الطرب القرناطي والأندلسي برئاسة الأستاذ بقير أحمد والفنان محمد الغيثي. إذن مرحبا بكم مرة ثانية. بهذه المناسبة التي ننظم فيها هذه الدورة التاسعة لمهرجان ربيع مسرح وجدة 2010، يقول رئيس مجلس عمالة الجائزات مدير المهرجان في كلمة نشرت بالمناسبة: ويأتي هذا الخراق العملي في الحقل الثقافي قناعة مني ومن السادة أعضاء مجلس عامة الجائزات بوفائنا التلقائي بالتزامنا بالمبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية، وقناعة منا بكون الثقافة رافعة قوية للتنمية المحلية لارتكازها على العنصر البشري بالتأطير وترسيخ الهوية والتربية على المواطنة. الآن أفتح المجال للسيد عبد المجيد رابح ممثل وكالة الشرقية ليلقي كلمة بالمناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد رئيس مجلس عمالة الجائزات، ممثل
ممثلة السلطة المحلية. وبعد يسرني جدا تواجدي معكم في هذا اللقاء الفني المبارك، الدورة التاسعة لمهرجان ربيع وجدة 2010 تحت شعار الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية إرادة من وإجماع أمة، دورة مصطفى سلمى والسيدي. وبهذه المناسبة أبلغكم أصالة عن نفسي ونيابة عن السيد محمد مباركي المدير العام لوكالة الجهة الشرقية وجميع أطرها سلامهم الحار وأطيب تمنياتهم بحلول السنة الهجرية 1432. فتواجدنا اليوم معكم وبجانبكم إنما هو استمرار لدعم الوكالة للعمل الفني وللثقافة بشكل عام للجهة الشرقية للمملكة، والذي يندرج ضمن استراتيجية تدخلها عبر الشراكات التي يجب تطويرها مع الجماعات الترابية والمؤسسات الجهوية والإقليمية لوزارة الثقافة دون إخلال المجتمع المدني والوسط الجمعوي. المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بالجهة الشرقية أحييكم وأرحب بكم. في البداية أود أن أحيي بحرارة أسرة المسرح بالجهة الشرقية في عرسها هذا، وأشد بيدي على كل من ساهم في تنظيم هذه التظاهرة، كما أود أن أهنئ اللجنة التي سهرت على إخراج الدورة التاسعة من مهرجان الوجود. وكما هو معلوم فالمسرح فن راق في أهدافه، نبيل في مراميه، ابن مجتمعه، وما اسم هذه الدورة إلا دليل على ذلك. الآن أدعو السيد محمد الحنصال مقرر لجنة التحكيم لقراءة البرنامج، وأذكر الحضور الكريم على أن حفلنا ما زال مستمرا. خلال هذه الفترة الممتدة ما بين 19 يعني ابتداء من هذه الأمسية إن شاء الله إلى غاية 25 ستشاهدون يعني 14 عرضا، منها 7 ديال العروض خارج المسابقة، و7 ديال العروض الأخرى هي التي ستتبارى وتتنافس على الجوائز المخصصة لهذه الدورة. الآن كلمة لأحد المنظمين وجمعية بسمة للإنتاج الفني. تفضل السيد محمد الشريف. أولا في البداية لابد أن أشكر كل من ساعدنا على تنظيم هذه الدورة وتعرفينا بالدارجة، تعرفينا بزاف، وعلى رأسهم السيد حدوش الخضر مدير المهرجان. أشكر مجلس العمالة وأشكر ذاك 13 ولا 14 مستشار اللي داروا معنا اجتماع وناقشوا معنا المشروع وناقشوا معنا بقوة، ولكن في النهاية صدقوا بالإجماع وكان المهرجان. كنشكر السي رباح عن وكالة الجهة الشرقية اللي ملي بدينا هذا المهرجان هو اتصالات الهاتف وتبع معنا جميع مراحل الاشتغال. كنشكر وكالة الجهة الشرقية على الدعم ديال هذا المهرجان. أيضا المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والتعاون ديال السي القدوسي المدير الجهوي والسادة الموظفين من المديرية الجهوية، كنشكرهم على التعاون ديالهم معنا في هذا المهرجان.
الذي بالنسبة للمهرجان إنها بادرة جد طيبة لهذه المنطقة الشرقية، وخا أنه في الدورة التاسعة، ولكن هذه المرة أرى بأنه قد يعني خدا واحد الطريق في تحسن من الأحسن إلى الأحسن. المهرجانات دائما تكون مفيدة أولا للتواصل بين الفنانين والفعاليات، يعني ذاك التواصل اللي كيكون منقطع، فالمهرجان كيكون هو الواصل بين هذه الفعاليات وبين الفنانين في المنطقة. هذا بالتأكيد المسرح يساهم في التنمية البشرية، وذلك بإعطاء القدرات خصوصا للشباب. إذا أردنا أن نتحدث عن الشباب من ناحية التعبير ومن ناحية إبراز القدرات ومن ناحية الإشعاع على الصعيد الجهوي وربما الوطني والدولي. فالمجلس عملة وجدة أنقاد ما غاديش يقتصر على هذا المهرجان، غادي إن شاء الله غادي يدير عدة مهرجانات. المهرجان الأول الفرس كالفنون الشعبية، وكذلك غادي نديروا نجم وجدة، وكذلك شخصيات السنة في قطاع الرياضة، قطاع الثقافة، القطاع الاجتماعي. مهم برنامج غني لإثراء والمساهمة من المجلس في تنشيط الإقليم والمدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أؤمن بقضية بسيطة جدا، وهو أن النشاط الثقافي والفني مهما يكون طبعه وقيمته في هذا البلد السعيد وفي هذه المدينة يجب أن يكون ويجب أن نسفق له. فأنا لست مع القيمة المادية والمعنوية بقدر ما أنا مع النشاط الذي يكسر هذا الصمت ويكسر هذا الفراغ الذي تعيشه مدينة وجدة. فتحية للمنظمين وتحية لكل من يؤطر هذا النشاط ويشرف عليه. احنا حضورنا في هذا المهرجان هو تأكيد قناعتنا في كون المهرجان يساهم بشكل كبير في تأطير العنصر البشري، وهذه مسألة جد مهمة، لأن بحاجة إلى تأطير العنصر البشري وخاصة الشباب، لأن الثقافة رافعة من رافعات التنمية، بحيث أننا كنأطر الشباب على الفعل الإبداعي وكذلك انخراطهم في الدفاع عن الوحدة الترابية، وكذلك في التفاعل والتجاوب مع المحيط ديالهم بشكل فعال. وهذا هو اللي كتخاوه من هذا المهرجان، وخاصة على أن مجموعة من العروض المسرحية كتساهم في تأطير وكتوجه رسائل كبيرة للمتلقي بصفة عامة. التظاهرة أنا بصراحة يعني تفاجأت بتواجد العنصر النسوي في جميع التخصصات. يعني في التظاهرات الاخرى كنا تقريبا كنشوفوا يعني تواجد المراه كممثله يعني في التشخيص فقط، الا انها التظاهره تفاجات ان كاينه يعني تواجد المراه في التشخيص، كاين تواجد المراه في التخصص التقني، كاين تواجد المراه كذلك ارقات، الى انها كاينه مخرجه. يعني اول تظاهره كنلاحظوا بان كاينه يعني العنصر النسوي في الاخراج، وكذلك يعني اللي زاد يعني كيزيد ما مشرف المرأة التواجد ديالها في هذه التظاهرة في التحكيم. يعني هذا بأن المرأة الوجدية على الخصوص استطاعت أنها تبرز يعني في هذا الحقل هذا، ولكن رغم ذلك أن كنلاحظ بأن يعني العدد تقريبا راني حسبت يعني تواجد العنصر النسوي في هذه التظاهرة 19 يعني
المرأة مشاركة في التظاهرة إلى جانب الرجل هذا غير كافي. يعني وهذا نداء أنني كنوجهه للمرأة الوجدية خصوصا يعني على مستوى المسرح أن يعني تكاتف الوجود ديالها، وباش نرقاو يعني إلى تطوير يعني المشاركة ديال المرأة. وكذلك كنطالبوا بالتدريب يعني بالنسبة للمرأة، كذلك يعني الحضور ديالها في حد ذاته في هذه التظاهرة راه دعم المسرح ودعم المرأة. شكرا. راهم يتشفاو فيا وبردينهم وقولوا لهم بلي غادي تجي وتجيبي لي كونطرا الزهراء. يا الزهراء شتي لو كان يعطيوني الفيزا نلحقيك الاسبانيول لقيت الفريز نجيب معايا الأورو وفاليزا عامله غير دوفيس. الزهراء لو كان عندي الفيزا نلحقك نخدم انا وياك ونديرو طوموبيلات ونبنيو عماره كبيره وفيرما زوينه وشلا فيلات. بصح من الفيزا حرامت راني هنايا نهضرف بحال انا غادي يشدني الهبال واكواك. باش نمشيو انا وخويا الميلود الاسبانيولي وافرح بك. لا راه حسبت لي انا الكونترا اخي الميلود ماله مسكين سخف من المفاجاه ما قدرش يستطيع الميلود علاك نوض اخويا جيب له شي بصله البصله حتى 400 دولار لقيتها لعمري. شوف جيب له الريحه. واش ما لقيتش حتى البصله نجيب له الريحه غادي نصيفط على العرس عطيه الساروت ولا الميلود. هي المزلوطين انا عارف كيف يديروا. شكون اللي صافك ليموجين؟ نوض الفيزا كنحبوها ما راهش كذب. لا ما نكذبش عليك الميلود الله يلعن الشيطان. نوض صاحبي عندك شحال تلبس؟ 45 وشي يامات 45 الفرده ديالها فيها نص كتر. صافي اخويا الميلود نوض باش نمشيو نديرو التور نمشيو للكونسولا ونبقي. بارك الله فيك اودي اخويا حميده. طرف يا ودي اخويا حميده غير نوصل لديك البلاد السعيده. نبقى نجمع في الفلوس نبقاو نجمع حتى ندير لاباس. ونجي لبلاد ونطرطق لها واحد 6 ولا 7 ديال الباطيمات لتحت غير البيران والقهاوي. خويا حميده وجه الصيف ونجيب كات الكحله ديالي ركبه فيها ماشيرين وناموغ الشهبه ونركب ونفوت فيها ولاد الحومه. ولاد الحومه كي ندير لهم نركب فيهم السكر اللي كاع نروح على الفمو. بلاتي ما راكش تسمع باللي قالك دير الحزامه كاع هاد الشيء نفوتولك. الزعره تمشي للخارج وتزيد الزعره. شكون داتك للخارج؟ لا راضيه هذا هو خيرها الله يعين لي ما يحشم. راضيه بخير. راضيه مسكينه ما عندها ما غادي تقول. راضيه كتلوفيني بالعافيه كتحماك عليا وبيناتنا ما نكذبش عليك. ياك الشرع عطانا 4 وانا ما نكذبش عليك اخويا حميده. بغيتها زهره وكحل على دونائي ويلي وكتريا من تركب معايا بكات الكحله ديالي وطلق السوالف ديالها على الكوسانات وانا قابل بها طريق مارينا طريق السعيديه 160 كيلومتر في الساعه.
ما تركبني معاك اخويا حميداني. لا باشا ما تسمعش يا صاحبي، ما راك تشوف معايا من النموغ ماشي غير الشهبه. حك على باشا ما بغيتوش كاع تقدموا. عقل على السحبه، عقل فين تجي صاحبي. ابخي نضرب فيك دوره وانت بالك عليا من تما موسخ كاع يديك. ما تهربوش يا خويا ميلود، ما تركب لكم قلت فاش تخدش شتها جديده ديال خويا ميلود وما كتحطش فيها. ميلود امين انا خوك، انا ركبني معاك بصح انا ما تعسل ما تعفش وما تكسيريش، حيت راك عارف انا نخاف لا فيتاس، حيت الكسايد في هاد البلاد الموتة تاع الكسايد اكثر من الموتة تاع افغانستان. لا عندك هادشي باش حنا مكلاسين الاولى غير في لاكسيدات الاميه. انا صاحبي حنا ماشي بحالكم نتوما ولاد البلاد، احنا برانيين عندهم الاوامر باش يتهلاو فينا وفين ما نمشيو يسبقونا والبوليس الجدرانيه كاع ما يريدوناش، لحقاش حنا كنجيبو دوفيس البلاد. ايوا حتى الديوانه سي بيان سور حتى الديوانه، بيان سور حتى الديوانه كلشي الادارات كيتهلاو فينا ويسبقونا كل صيف يرحبوا بنا. شوف البورت باكاج مسرجين فوق ولتحت راهم يقولوا لنا دخول مبارك بحمارك. هاي عندك الصح، غادي نشوف هاد الخرده الشيطان راكم تجيبوها تبيعوها لنا في البلاد كلشي موجود. كلشي موجود. تعجبوني منين تجيو بعدا تدخلوا للسواق وتستفوا دوك البوبويات. هذه ما عندهاش الراس، هذه ما عندهاش الرجلين، الكيسان متخوبين، الزلاف مقلوبين، وحتى لاباري ديال القهوه ديال 1960 يقول لك جديده. بيان سور اصاحبي احنا راه كنعاونوا بلاد ديك لوبريغاسيون تاع امبور اكسبور كي تقولها نتوما. السيراد والتصدير هذيك تجيبوا لنا هنايا الخرده الشايطه وتشرجوا البطاطا والزيتون للنفس بحال اسما ما عندكمش خضره. واو حنا هنا ما عندناش خرده يا صاحبي. شحال فيك تكعرف، احنا كنجيبوا التوفيس للبلاد وفين ما كنمشيو كيرحبوا بينا ويسبقونا بارتو. واللي زينه كل عام كيجيبوا لنا ديسك جديد اي يغنيوه لنا بارتو في الموانئ في المطارات اغياجي. ماشي نزيدك حاجه اخرى، شفت مين كنجيو انا وياك اخويا الميلود في الصيف كنلقاو الصحافه. شوف الصحافه تبارك الله يصوروا فينا فرحانين بينا جيبوا الدوفيس. السلام عليكم اسيدي، مرحبا بكم في بلادكم. بلاش انكم توحشتوا البلاد. كيف جاتكم الرحله؟ الرحله الحمد لله مخيره، طريق صاوبات يا حسره المدينه كي كانت. كنا كنجيو كنلقاو شي حفارير ديال فيهم اسبوع والله باح بالمصافي دوك الحفارير يديروا كل شيء عطاونا كراسه رحبوا بينا. حنا عطيناهم شويه بيستاج باش ندخلوا نشوفوا البلاد. شكرا سيدي. السلام عليكم سيدي. خدمتكم الله يكرمك. كي جاتكم البلاد، كي جاتكم التطورات اللي لاحظتوها؟ بيان سور كل شيء زين، حنا توحشنا البلاد. يا سلام. نخدموا 11 شهر باش نجيو نفوتوا كل شهر. واش نستناو لا فامي يوجدوا لنا كيسكسو، يوجدوا لنا خرينغو، يوجدوا لنا حاجه. نزيدك واحد الحاجه، حنا ما عندناش هذا الشيء تما. اش عندنا الكاشير، عندنا لي بيتزا، عندنا انتم عندكم الكاشير وصل هنا البلاد؟ وصل على خير الله يخليك. تطورنا على هذا الحسبه. بيان سور تطورنا بزاف. ديرنييرمون انت معلم داك ما خلاكش تكون جيتي تغنى بوحدك وجيت بغيت نشوف الناس ديال مراكش. نحماك انا على مراكش كرو حنوش هاي جمع فينا يدوز. بغيت نمشي نشوف الناس ديال مراكش. كسمان بالله الناس ديال مراكش غيكون مشاو كملوا تما غير دوك الشواب الشيبانيه وقاوريه هكا مقاودين. والله نهار كامل هما يمشيو جايين ويشريو دوك لي زونسيان ميزون كتقولوا نتوما جدا ونعيقلبوا وفقها وصوت الطلبه ونديبوا غوات وبخور. ما سميتوش ريحه الجو. علاش كضحك؟ والو غير ضربني البرد. زعما اللي ضربوا البرد ما كيمشيوش. انت هو انت شد غير في الراشد. حتى انت مازال قدامكم سنين طويله باش تعرفوا تعيشوا. اسمعوا، راه الحلم اول خطوه للفعل، وانا اللي عليا درتو. وانا حبينا خليتو، ما خليت من جهدي والو. غسلتهم وكفنتهم، كانوا بحال الخشبه مخشبين. مديت يدي للارض وحفرت حفره ودفنتهم، وقريت عليهم صور من القران وطلبت لهم الرحمه والمغفره والرضوان وبكيت. فين غادي؟ فين؟ ما كتسمعش اش كيقول؟ هو ديما كيقول نفس الهضره نفس الوهام. واذا كان دارها تقدير ياك انا هو صغير فيه عمرو ما يعرف الصح. واذا كان دارها بصح خيالو يمكن في الحقيقه هو حال. مالك؟ شفتك خايف ومازال خايف. ما عرفت. يرجع طول عمال وطانو ما كاين ما يندر من اللي اهل الدار كانوا. ما كاين
مثل الدار المهجورة تبقى عندنا الدار واقفة من الخارج واقفة واقفة بالخارج واقفة واقفة مثل الدار المنخورة تبقى عندنا الدار واقفة من الخارج واقفة واقفة بالخارج. اش كاين شي حد شفتو حسيتو وشفتو ولا حسيتو شفت الحال مالو ايوا من الحد اش كاين يا كاين شي حد يا شي حد كاين سوري يكشف صوتو وثاني انا ونبقى غير انا غادي انا غادي ما تطلب فوق حد الشوم لا تكون منهم مثل خيالك ولا موقوف كيف هو حالك ما تسترخص وجه الموت زعزع الجبال تسوي بيوت انا غادي باش كنساوي الجوع وصافي. ممكن. وانت صليت؟ انا صليت. ما شفتكش. الصلاة عندها اوقات معينة. وكا لو كنت تما ندير الطرب. يمكن. وقول لي بأي طريقة صليت؟ ماشي المهم الشكل. المهم هو النور. بغيت نسولك واحد السؤال. في نظرك واش ممكن بنادم يبقى صابر يومين بلا ما يتوضا؟ ما كنظنش ما نعرف. انا نعطيك سؤال زوج باش ندخل. واش ممكن بنادم يبقى يومين بلا ما ينعس؟ اكيد ما يمكنش بنادم ينعس لمدة يومين. ايوا راه هادو يومين وهما كيصليو، هذا بنادم ما فسد الوضوء ما احتاج يجددو.